الإعلان اللي راح نعرضه اليوم هو صدمة للمتابعين، لأن الشخص اللي قاعد يسوي هذا الإعلان هو مو من مشاهير الصدفة مثل أغلب الناس اللي قاعد يسوون إعلانات بهذا الوقت. باكج يغطي كل احتياجات بشرتي. سيروم بفيتامين سي وواقي شمس. سيروم بفيتامين سي وواقي شمس. فيتامين سي اللي ممكن يزيد حساسية البشرة للشمس، وواقي شمس بالسيروم نفسه. ومبدئيا سيرومات لواقي الشمس وبهاي الهيئة، هيئة السائل، ماكو أو قليلة جدا، والاس بي اف مالتها قليل، أقل من 50 بلس. الكريم اللي يشتغل على بشرة الرجال والنساء. الكريم اللي يشتغل على بشرة الرجال والنساء. هنا نجي يقول لك هنا حتى يوسع نطاق البيع مالته، الرجال والنساء، الكل يقدر يشتري. يعالج كل مشاكل البشرة. يعالج كل مشاكل البشرة. ماكو دواء بالعالم يعالج كل الأمراض. دواء احنا قاعد نحكي عن دواء، مو عن خلطة ومواد عشوية وفيتامينات وهاي الكلام. وصابونة الكولاجين. وصابونة الكولاجين. مبدئيا الكولاجين اذا ردنا نذوبه بكريمات الجسم ما راح يستفاد منه، والبشره ما راح تستفاد منه، لان الكولاجين جزيء كلش كبير. تريدين تقنعيني انه الكولاجين مذوبيه بصابونه والجسم راح يستفيد من عنده؟ هذا الشيء يكاد يكون مستحيل، او هو مستحيل اساسا. فشنو المعيار لهذول المشاهير حتى واحد يسوي اعلان؟ انا ما قاعد اعرف. انا هذا الاعلان من شفته، هذا الاعلان صدمني بصراحه. يعني احنا ممكن نشوف هذول مشاهير الصدفه، الناس اللي طشت على التيك توك، الناس اللي صعدت على الانستغرام، بس انه ممثلة إلها جمهورها وإلها وزنها بعالم التمثيل تيجي تسوي هيك اعلان، يعني والله صعبة وزحمة. ليش؟ لان انتم شنو المعيار مالتكم من قاعد تسوون هاي الاعلانات؟ بس تنطيني فلوس خلي احطه بجيبي؟ يعني ما تابعت ورا المنتج، ما عرفت هذا المنتج شنو، ما ركضت وراه، ما شفته، ما استعملته. ولا تقنعوني، مستحيل واني مسؤول عن كلامي، مستحيل اكو واحد من هذول اللي يسوون اعلانات يستعمل ولو قطرة واحدة من هاي المنتجات. ليش؟ لان هو يخاف على بشرته وما يستعمل الا الشيء الصحيح، ولا يعوف بشرته لهذول الناس، لا، ويروح للعيادات يسوي عناية كاملة وعناية خاصة وحقن وما حقن والى اخره. وبالاخير تعال انت المواطن المسكين، تعال خذ لك خلطة ب 25,000 او ب 5,000 او ب 10,000 استعملها على وجهك. انت شو رايك بهذا الموضوع؟ ونشوفكم بحلقات ثانية وما نقدر نكمل بعد.